لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. المغرب لم تعطي الإذن بعد لفرق الحماية المدنية التونسية لدخول أراضيها. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 في تصريح لحقائق أن المغرب لم تعطي الإذن بدخول أراضيها إلا ل4 دول فقط، وقع ذكرها في بيان وزارة الداخلية المغربية وهم الإمارات وأسبانيا وبريطانيا وقطر، ولم تعطي الإذن البعث لفرق الحماية المدنية التونسية التي تتواجد بالمطار العسكري حاليا. شعر بأن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية كان قد صرح يوم السبت 9 سبتمبر 2023 أنه تم إرسال مستشفى ميداني تابع للحماية المدنية إلى المملكة المغربية للمساهمة في عمليات الحراك وأيضا الوفيات التي حدثت في المغرب، حيث أنتج وفيات عن أكثر من 800 شخص توفي في الإعصار الذي حدث في المغرب، حيث طالب الشعب التونسي بالدعوات للشعب المغربي الشقيق لكل من توفوا بالرحمة والمغفرة ولكل مريض بالشفاء العاجل، اللهم آمين يا رب العالمين. وقدم الرئيس التونسي قيس سعيد خالص تعازيه للمغرب في حالات الوفاة، وقدم التعازي للملك محمد السادس.